لا يعلق للفاسدين إلا الفاسدين. لما تلاقي داخل في التعليقات وتلاقي حد من الفاسدين اللي بيعلقوا للفاسدين يقولك لا تاكل خيرا أو لتصمت، إيه اللي دخلك هنا؟ اعرف ان هذا الشخص فاسد وداخل في الفساد، زي اللي داخل يشرب خمرة وحشيش بيخش في منطقة الفساد، ما بيخشش في منطقة الجامع والصلاة والدين والعبادات. لما تلاقي حد بيقولك لا تاكل خيرا او لتصمت، ده انسان منحل، هينحل وسط ان شاء الله يوم الحساب، مش في الدنيا، احنا ما بنحاسبش بعض في الدنيا. انا ارد على الناس اللي بالمناسبة بيقولوا لا تاكلوا خيرا او لتصمت في تعليقات المنحلات، انا اقول لهم الرسول قال عليه الصلاة والسلام، قال من وجد منكم منكرا فليغيره بيده بلسانه، اضعف الايمان القلب. الرسول قال لنا كده، فازاي انتوا تقولوا يا تاكلوا خيرا او لتصمت؟ وبعدين في ناس كدابة وبتصدق كذبها حتى يكتب عند الله كذابا، وفي ناس ربنا عشان مش راضي عنهم بيجعل على أعينهم غشاوة فهم لا يبصرون. طول ما ضميرنا الحمد لله يقظ وصاحي وبيأنبنا وبيحاسبنا بيراجع معانا أخطائنا، انت في نعمة تشكر ربنا عليها. ده في ناس عاصية ومصدقة انها بتعمل الصح، وتقولك انت مالك، بص لنفسك، انت مالك، بص للمكياج اللي انت حطاه، انت مالك بتحاسبيني ليه؟ احنا ما مش بنحاسب، احنا ملناش دعوة، ان شاء الله يا رب تولعوا في جهنم. بس احنا في مجتمع كتر الفساد، مرات العم قتلت البيت الصغير عشان حلق، الاب حبيبتي بقى ينام مع بنته، الولد بقى يبص لامه